لو فجأة حياتك اتسرقت منك وبقيت عايش بنص ذاكرة، هل ممكن تفرق بين الصاحب الجدع والعدو اللي بيمثل عليك؟ كريس كان نجم هوكي الدنيا بتضحك له لحد ما حادثة قلبت حياته وخلته يراقب البنك اللي بينضفه كل ليلة، وهو مش فاهم إنه بقى مفتاح لأكبر عملية سرقة. يا ترى الذكاء ممكن يغلب العجز، ولا الماضي هيفضل يطارده لحد ما يوقعه في الفخ؟ الحكاية بتبدأ في ليلة صيفي هادية في مدينة كانساس سيتي. كريس كان سايق عربيته على طريق فاضي وجنبه صاحبته، وفي الكنبة اللي ورا اتنين من أصحابهم كانوا لسه مخلصين حفلة البروم وعايشين أجمل لحظات حياتهم. بس كريس كان عايز يخلي الليلة دي ما تتنسيش أبدا. بتهور غريب طفى نور الكشافات ونزل سقف العربية المكشوفة عشان يتفرجوا على جمال النور اللي طالع من الفراشات المضيئة ويستمتعوا بالمنظر اللي يخطف العين. بس أصحابه كانوا حاسين إن اللي بيعملوا ده مخاطرة ملهاش لازمة. واحد من أصحابه قال بقلق: ممكن تنور الكشافات تاني؟ وصاحبه التاني كمل بنبرة توسل: أيوة يا صاحبي، خلاص بقى. بس كريس رد عليهم بانبهار ودهشة: المنظر يجنن، مش قلتلكم؟ حتى صاحبته قالت بخوف حقيقي وهي بتترعش: كريس، أبوس إيدك نور الكشافات، أنت بترعبني. أخيرا كريس نور الكشافات، بس للأسف الوقت كان فات. مهما حاول يفادي العربية كان المصير أسرع منه، ولبس بقوة في حصادة زراعية كانت واقفة في نص الطريق. تعدي 4 سنين والدنيا ما بقتش هي الدنيا، كل حاجة بقت ضلمة وبرد، وعواقب التهور ده ما بتنتهيش. كريس وصاحبته نجيوا من الحادثة، بس الاتنين اللي كانوا راكبين ورا ما كانش ليهم نصيب يعيشوا. والنهاردة الإحساس بالذنب نايم على صدر كريس زي الجبل اللي مش قادر يهزه أو يتحرك من تحته. الحادثة ما سابتش كريس في حاله، دي سابته بمشاكل صعبة جدا. بقى عنده مشكلة في التحكم في أعصابه، والأصعب إن مخه ما بقاش يقدر يخزن أي ذكرى جديدة. عشان كده بقى مجبر يعيش بالنوتة والقلم، بيسجل فيها كل تفصيلة محتاج يعملها. كل يوم على الصبح يصحى من النوم وكأنه مولود جديد، يقعد يقرأ الملاحظات اللي كتبها بإيده عشان يفتكر هو مين وعايش ليه. الموضوع ما بقاش أسهل مع الوقت، بالعكس، حاجة تقطع القلب إنك تشوف شخص كان عنده كل حاجة وبقى محبوس في دايرة مقفولة. كل يوم بيقرأ كتالوج عشان يعرف يعيش يومه، ومفيش أي أمل إن بكرة يجيب له الراحة. بيروح يحضر دروس في مركز تنمية المهارات عشان يتعلم الحاجات الأساسية، بس حتى دي بتكون صعبة عليه. وبعد ما خلص لقى نفسه قافل العربية والمفاتيح جواها، بس من كتر ما الموقف ده اتكرر بقى دايما مخبي مفتاح احتياطي في جزمته. بقلب مليان ندم كريس بيروح يخطف نظرة من بعيد على صاحبته القديمة كيلي اللي فقدت رجلها في الحادثة وبقت ماشية برجل صناعية، وعندها 1000 سبب يخليها تكرهه، أسباب هو نفسه ما قدرش يجادل فيها لأنه عارف إن كرهها ده حقها الشرعي. بعد كده بيراجع مواعيده ويكتشف إنه عنده مقابلة مع جانات، بس كريس بدأ المقابلة بطريقة غريبة لما خدها بالحضن لفترة طويلة وبشكل محرج جدا. جانات بدأت تسأله عن حياته وإذا كان بيواجه أي مشاكل، بس هو كان باين عليه إنه مهتم بيها هي شخصيا أكتر من أي حاجة تانية. وفجأة قال بجرأة وقذارة تعليق فيه إيحاء مش تمام، بس جانات وقفته عند حده وقالت بلهجة حازمة وقوية: إلزم حدودك. هي كانت مقدرة إن إصابة مخه من وقت الحادثة هي اللي مخلياه عنده مشكلة في التحكم في نفسه وتصرفاته. هو فضل يحاول يوقعها في الكلام، بس هي صدته وقالت بجمود: أنا هنا عشان أعمل شغلي بس، قل لي أنت محتاج إيه؟ كريس سكت لحظة وقال بصوت مكسور كله ندم: أنا بس نفسي أرجع زي ما كنت، نفسي أرجع الشخص القديم. بعدها كريس روح البيت، وهناك لقى صاحبه في السكن لويس، وده راجل أعفاء سايب له رسالة صوتية فيها طريقة طبخ العشاء. كريس وهو بيحاول يجهز الأكل معرفش يوصل لفتاحة العلب، وده خلاه يفقد أعصابه تماما وبدأ يرمي الحاجات بغضب وهو حاسس بالعجز. كلم لويس اللي خلص شغله بسرعة وجاله عشان يلحقه ويهديه. كريس قال بأسف وهو مكسوف: أنا آسف على الكركبة اللي عملتها دي. فبدأ لويس يجهز الأكل وهو بيسأله عن الدراسة. كريس حكاله إنهم طلبوا منه يكتب مقال عن روتينه اليومي، بس هو ما قدرش يكتب غير جملة: أنا بصحى من النوم، ومخه واقف بعدها. لويس حاول يبسطها عليه وقال له اعتبرها قصة واحكيها، بس كريس شايف إن الموضوع مستحيل، فطلب منه طلب غريب. قال له: احكي لي قصة أطفال بس ابداها من النهاية. كريس قادر يعمل كده بنجاح، فلويس حاول يشجعه وقال بهدوء:
انت بترتب الأحداث كويس جدا، كل اللي عليك انك تبدأ من النهاية وترجع بظهرك لورا. اكتب الكلام ده عشان ما تنساهوش. وفي وقت متأخر من الليل راح كريس للبنك اللي شغال فيه كعامل نظافة. هو كان نفسه يترقى ويبقى موظف حسابات، بس مديره مستر تاتل رفض طلبه وقال بأدب بس بحزم شديد: ما ينفعش يا كريس. وكأنه خد قرار نهائي إن كريس ما يقدرش يعمل أي حاجة أكتر من المسح والكنس. وهو شغال بدأ يلعب بالمساحة بحركات احترافية، وكأن جسمه لسه فاكر مهارات من حياة قديمة بتاعة شخص تاني خالص. في لحظة فلاش باك بنعرف إن كريس كان لاعب هوكي موهوب جدا، من نوعية اللعيبة اللي كل الناس اتنبأوا ليهم بمستقبل عالمي قبل ما الحادثة تسرق منه كل ده وتسيب له نصف حياة. وفي الوقت اللي كريس مشغول فيه كانت في عربية مركونة قصاد البنك وجواها واحد اسمه جاري بيراقب كريس بتركيز. جاري عرفه على طول لأنه كان زميله القديم في المدرسة، وقال بسخرية لأصحابه: ده كريس بارات. كان شايف إنه من المثير للشفقة إن النجم ده بقى شغال عامل نظافة، بس رغم كده أمر أصحابه إنهم ينفذوا الخطة بتاعتهم. بعد الشغل كريس راح بار وحاول يفتح كلام مع بنت قاعدة جنبه، بس مهاراته الاجتماعية بقت طيبة وزي الدلاشين، وفشل تماما. في اللحظة دي ظهر جاري بكل ثقة وبكلمتين خلى البنت تضحك وتتجاوب معاه. كريس بدأ يكتب ملاحظات في نوته عن اللي بيحصل، بس جاري قطع عليه الكلام وعرفه بنفسه إنه زميل أخته القديم. لما البارتندر حاول يشتغل كريس ويقلبه في باقي الفلوس، جاري اتدخل بجدعنة وخلى الراجل يرجع حق كريس غصبا عنه. جاري كان كاريزماتي واثق في نفسه، كل حاجة كريس كانت عنده قبل كده وضاعت منه. ورغم إن جاري طلع بخاخة حساسية لأنه مريض نهجان في نص الكلام، إلا إنه ماشي في الدنيا وكأنه يملكها. جاري سأله عن الحادثة وكريس فضفض ليه بكل حاجة، فبدأ جاري يقوي عزيمة كريس وقال بنبرة كلها تشجيع: أوقات الحياة لما بتاخد منك حاجة بتعوضك بحاجة تانية. كريس بدأ يتشد للطاقة الإيجابية بتاعة جاري ده. جاء عيد الشكر وراح كريس وأصحابه لبيت أهله الفخم، وهناك كل الناس أغنياء وفخورين بإنجازاتهم إلا كريس. أهله بدأوا يقللوا منه بطريقة تحسسك إنهم خايفين عليه، بس هي في الأصل تلقيح كلام على حالته وشغلانته البسيطة. كانوا بيبصوله بنظرة إنه شخص فاشل وملوش لازمة. في حاجة بقت بشعة جدا في الطريقة اللي الأهل بيدمروا بيها الواحد وهم بيدعوا إنهم بيساعدوه. بيحولوا الحب لسلاح بيجرح أكتر من كلام أي غريب. فجأة لويس جاب سيرة فكرتهم إنهم يفتحوا مطعم سوا، بس أهل كريس أخدوها هزار واستهزاء لأنهم شايفين إن كريس ما ينفعش يعمل أي حاجة مهمة هناك. كريس فقد أعصابه وسابهم وطلع أوضته القديمة، بس ملقاش هناك غير ريحة الماضي وذكريات سودة ما كانش حابب يفتكرها. الإنسان الوحيد اللي كريس بيحب يقعد معاه هي أخته، بس اضطرت تمشي بسبب ابنها، وقبل ما تمشي بلغته إن أبوهم مستنيه. كريس قعد يلعب شطرنج مع أبوه بس خسر، فاضطر يفكر أبوه وقال بمرارة: أنا ما بقيتش أقدر ألعب اللعبة دي خلاص. وهم راجعين في الطريق لويس سأل بصوت كله جدية: ممكن ما تزعلش من اللي هقوله؟ كريس طمنه وقال له إنه مش هيزعل. فلويس من كتر خوفه على صحته النفسية قال بصراحة: أنا شايف إنك مفروض ما تروحش بيت أهلك ده تاني. كريس سكت مردش لأنه عارف جوه قلبه إن لويس عنده حق. وهو في الشغل جاله صاحبه تيد، وده شغال ضابط شرطة وجايب له معاه تحلية بيمسي عليه بيها. بدأ تيد يحكي له إن مراته حامل ودايما حاسة بحرارة، فمش عارف يشغل الدفاية في البيت أبدا. وقال بسخرية وهو بيضحك: انت محظوظ يا كريس انك مش هتضطر تواجه وجع الدماغ ده. الكلام ده ضايق كريس جدا، بس قرر يطنش وما يردش. تيد وهو ماشي نبه عليه وقال بهدوء: ما تنساش تقفل الباب اللي ورا بالفاليتو. فكريس رد عليه بهزار: ده انت اللي نسيت باب عربيتك مفتوح يا عم. تاني يوم الليل كريس رجع البار تاني وحاول يقلد أسلوب جاري مع واحدة تانية. كان بيحاول يبان صايع وواثق من نفسه، بس طبعا الأداء طلع كفتة خالص ووقع في شر أعماله وبقى في نص هدومه من كتر الإحراج. وفجأة في بنت زي القمر اسمها لافلي قربت منه وقالت بلهفة وهي بتقدم له كاس: ده على حساب الأستاذ جاري. قالت له إنها كانت شغالة رقاصة زمان، بس دلوقتي بقت موظفة استقبال في الغرفة التجارية. لما سألته هو شغال إيه قال بتردد وهو مكسوف: أنا يعني ما كانش عايز يقول إنه عامل نظافة. ومن كتر ما كان بينسى اسمها هي خدت منه النوتة وقالت بدلع: عشان ما تنسانيش تاني، وكتبت اسمها بإيدها.
في الوقت ده جاري وصاحبته وصلوا وقعدوا معاهم وعزموهم كلهم على بيته. أول ما وصلوا جاري وصاحبته اتسحبوا بسرعة على أوضة النوم وسابوا كريس ولافلي لوحدهم في الصالة. بدأت تحكي له إنها كانت بتتابع ماتشاته في الهوكي زمان وكانت معجبة بيه جدا من سنين، وقعدت تفكره ببطولاته وأيامه الجميلة. بس كريس كالعادة خانوا التعبير وقال بصراحة أنا نفسي أشوفك من غير هدوم. هو اتكسف جدا من اللي قاله، بس هي خدت الموضوع ببساطة واعتبرتها معاكسة حلوة، وفعلا ليلتهم ولعت سوا. بعدها جاري وصل كريس لحد بيته وقعد يسأله باستغراب عن أبوه الغني وإزاي سايبه عايش في مكان بسيط كده. فكريس قال بجمود أبويا أصلا عمره ما جه هنا. جاري عزمه إنه يقضي معاهم حفلات عيد الشكر، وأول ما عربية جت تاخده بص لكريس وقال بنبرة كلها تشجيع وثقة عارف يا كريس انت تستاهل أحسن من كده بكتير بكتير قوي. كريس دخل البيت وهو بيحاول يتسحب، بس ما قدرش يهرب من حاسة الشم عند صاحبه لويس اللي شم ريحة كحول وبرفان حريمي قالب المكان، وقال بسخرية يا حلاوة ايه الروايح دي. لويس كان طاير من الفرحة إن صاحبه قضى ليلة حلوة وبدأ يسأله عن كل التفاصيل بحماس. كريس حكاله كل حاجة عن لافلي، بس لويس حس إن الاسم غريب شوية، فاضطر كريس يعترف إنها كانت شغالة رقاصة وده الاسم الشهرة بتاعها. لويس سأله واتقابلته إمتى؟ فحكاله عن جاري. هنا لويس بدأ يركز لأن دي أول مرة يسمع فيها الاسم ده. رغم إنه بارك لصاحبه، بس من جواه كان حاسس إن الموضوع كله فيه حاجة غلط، حاجة مش مريحة، بس مش عارف يحط إيده عليها. بعد كام يوم كريس راح يقابل جاري ولافلي في بيت ريفي بعيد. لما سألهم بتاع مين المكان ده ردوا عليه بردود عايمة ومش واضحة. جاري عرفه على باقي أصحابه وكل حاجة كانت ماشية تمام ومتزيتة، لحد ما ظهر راجل عجوز ماشي على مشاية وقال بتوهان ودهشة أهلا بيكم، مين الناس دي وهو المكان ده بتاع مين أصلا؟ جاري بص لعمه المشبوه اللي اسمه بون واداله إشارة إنه يتصرف ويسكت العجوز ده، وبعدها كذبوا على كريس وقالوا له إن البيت بتاع واحد صاحبهم. بس رغم مشاكل التركيز عند كريس إلا إنه بدأ يحس إن الحسابات مش راكبة على بعض. وفي نص الليل كريس صحي وسمع صاحبة جاري بتكلم ابنها في التليفون، وكانت بتتكلم بلهجة واحدة عارفة إنها في مهمة شغل مش في خروجة فسحة. كريس نزل للبدروم مكان ما بقية العصابة قاعدين، وهناك لقى الصدمة اللي ما كانش يتوقعها. الحيطان متغطية بصور للبنوك ورسومات هندسية وجداول مواعيد وتفاصيل عن الأمن، والأدهى من ده كله إنه لقى صورته هو شخصيا متعلقة وسطهم. جاري ما خباش عليه أكتر من كده، إحنا بنخطط نسرق بنك صغير واليومين دول موسم حصاد والبنك مليان فلوس للركب. كريس استغرب وسأل باستنكار وليه تسرقوا من فلاحين غلابة؟ هنا بدأ جاري يلعب بعقله ويزيف الحقايق عشان يبان إنه بطل. حاول يقنعه إنهم مش بيسرقوا الفلاحين، لأ دول بيسرقوا شركات الزراعة الكبيرة اللي بتلهف كل الأرباح. طريقة جاري في لوي عنق الحقيقة تخليك تنبهر، بيحول السرقة لعدالة والنصب والتلاعب لصحوبية وجدعنة. لما كريس شاف صورته جاري بدأ يحليله الفخ اللي وقعه فيه. قعد كريس وقال بصوت هادي وفيه خبث العالم ده يا صاحبي ماشي بالفلوس والسلطة وبس، ومفيش حاجة تانية ليها قيمة. وبدأ يلعب على وتر حساس وهو علاقته بأبوه، وقال بقسوة وهو بيضحك أبوك يا كريس بيدفع فلوس عشان يخلص من مسؤوليتك. لو عايز تاخد قرشين وتعيش حياتك بمزاجك وتصرف على نفسك فإيه المانع؟ كريس لسه في خياله إن أبوه لو طلب منه فلوس هيديله على طول. فجاري تحداه وقال بتريقة طب روح لأبوك واطلب منه 10,000 دولار، ده مبلغ تافه بالنسبة ليه، بس أنا متأكد إنه مش هيديك مليم واحد. جاري أصر عليه إنه يطلع النوتة بتاعته ويكتب الجملة دي، وقال له بتأكيد اكتب عندك اللي معاه الفلوس هو اللي معاه السلطة. كريس سكت خالص لأنه فعلا ما كانش عارف يقول إيه. وهو خارج لافلي وقفته وقضوا الليل سوا، بس الصدمة كانت تاني يوم. أول ما كريس مشي لافلي وقفت مع جاري في الشباك وهم بيراقبوه ببرود، وبان إنها كانت فص في الخطة ومرسومة عليه من الأول. بعدها كريس ولويس راحوا يقابلوا مستشار مالي عشان يكلموه في حلمهم بفتح المطعم، وقعدوا يحكوا له عن خطتهم والأرقام اللي حاسبينها. بس المستشار هز راسه بقلة حيلة وقال بوضوح يا جماعة انتوا مش فاهمين انتوا داخلين على ايه اصلا. كان شايف ان تقديرهم للمصاريف قليل جدا ومش عاجبه اي حاجة في الفكرة.
لا موضوع إنهم يقدموا فطار وغدا بس، ولا حتى المنيو اللي لويس مسمي كل أكلة فيه على اسم حد بيحبه. لويس فضل متمسك بالأمل، بس كريس ما كانش معاه خالص. بس فجأة وصل له جاكيت هدية في البيت، ومعاه ورقة من لافلي مكتوب فيها إن الجاكيت ده فكرها بيه. وفي اللحظة دي ملامحه اتغيرت وحس بفرحة كبيرة ما كانتش على البال. في الليل كريس قرر ياخد الخطوة اللي جاري قاله عليها. كلم أبوه وطلب منه 10,000 دولار. حاول يبان هادي وصوته عاقل وهو بيشرح له إنه عايز يفتح مشروع صغير يسن فيه سكاكين أحذية الهوكي، بس أبوه رد عليه ببرود وقسوة وقال له لأ مش هديك. كريس قلل المبلغ وطلب 1000 دولار بس عشان يجرب المشروع، بس أبوه برضه رفض، وبدل ما يساعده سأله بشك: أنت واقع في مشكلة؟ تحب ترجع تعيش معانا في البيت؟ كريس في اللحظة دي الغضب عمى عينيه، حس إنه بيشحت منه فتافيت، فرفض بغيظ وقفل السكة في وشه، وقرر فوراً إنه ينضم للعصابة في العملية السرقة. بدأ كريس يجهز معاهم العدة والطلبات اللي محتاجينها عشان الهجمة، حتى إنه صور لهم الخزنة من جوه عشان يعرفوا يخططوا هيفتحوها إزاي. جاري طلب منه يبلغهم أول ما الفلوس توصل البنك، وقال له إن مهمته الوحيدة والأساسية إنه يضمن إن صاحبه الضابط تيد ما يتجولش عليهم وهم بينفذوا، لأن مواعيد تيد مش ثابتة ومحدش يقدر يتوقعها، وده اللي ممكن يبوظ الدنيا. لافلي قضت الليل في بيت كريس، وفي وسط ما هو نايم اتسحبت من السرير عشان تروح المطبخ تجيب حاجة تاكلها من التلاجة، بس لقت لويس صاحي وقرر إن ده أحسن وقت يواجهه بيه. لويس سألها بنبرة كلها شك: انت عايزة ايه من كريس بالظبط؟ لأنه مش قادر يصدق إن واحدة زيها هتكون جادة مع واحد في حالة كريس. بدأ يحكي لها عن ماضيه الأسود وإزاي الصحبة السوء هي اللي جررته لطريق تصنيع المخدرات في البيت، ولأنه ما كانش فاهم حاجة الأبخرة والغازات اللي طالعة منها عامته وخلته يفقد النظر للأبد. وقال لها بكل قوة وحزم: أنا مش هسيب كريس يقع في نفس الفخ اللي أنا وقعت فيه. لافلي ملامحها اتغيرت وقالت بغضب ودفاع عن نفسها: انت فاهم غلط، انا بحب كريس فعلا. كريس كان صاحي وسامع خناقتهم دي، بس فضل ساكت ومردش لانه ما بقاش عارف يصدق مين ولا يكذب مين. بعدها بكام يوم في البنك الضابط تد عدي على كريس عشان يديله دوناتس ويمسي عليه كالعادة، بس كريس كان عايز يبعدها للمكان ليلة السرقة بأي طريقة، فعمل نفسه زعلان ومجروح من جدعان تيد وقال بسخرية وتمثيل: انت بتديني الحاجات دي عشان بتشفق عليا؟ انا مش محتاج صدقة منك. بعدها في نفس اليوم كريس مسك في خناق لويس وهم قاعدين في مطعم على أسباب تافهة، وقال بغضب: أنا بقيت بتكسف من طريقتك مع الجرسونات، وأنا خلاص قررت أنقل من السكن وأعيش لوحدي. لويس اتصدم واتجرح من كلام صاحبه، وبان عليه الكسرة وهو بيطلب الحساب، لدرجة إن الجرسونة استغربت من تحول مزاجه المفاجئ. في ناحية تانية من المدينة كانت لافلي راكبة في كنبة تاكسي ورا، بتبص من الشباك على الشوارع، وفجأة خلت السواق يقف عشان تخطف نظرة أخيرة على كريس قبل ما تمشي وتسيب الخطة. في اليوم ده وقبل ما كريس يخلص شغله جاله مديره تاتل ورجع له الكارت بتاع المرض بتاعه، وقال بهدوء وتقدير: أنا شايف مجهودك وتعبك، وعشان كده قررت أشغلك موظف حسابات بعد الأجازات. كريس ما بقاش عارف يحس بإيه، الفرحة جت في أصعب وقت، ولأن ما عندوش حد يحكي له كلم لويس اللي كان فاكر إن كريس عمل مصيبة في البيت، بس كريس قال له إنه في البنك. وقبل ما يكمل أي تفاصيل وصل العم بون وبقية العصابة. كريس حاول يتراجع وقال بخوف: أنا مش هشارك معاكم، وبوعدكم مش هقول لحد حاجة. بس جاري ما فهمش لغة المذاكرة دي، واداب قساوة خلته يطوي وقال بشر وكلام طالع من بين سنانه: ادخل جوه، هات المساحة بتاعتك واعمل شغلك واكتم خالص، لأن الوقت فات على الندم يا روح أمك. السرقة بدأت فعلا، وقطعوا أسلاك الكاميرات وبدأوا يسيحوا باب الخزنة. وفجأة الضابط تيد قرر يعمل زيارة مفاجأة ما كانتش على البال. في اللحظة دي جاري ثبت كريس بالمسدس في ظهره وقال بفحيح مرعب: اتصرف طبيعي جدا، وما تنساش ان المسدس في ظهرك. تيد بدأ يحكي لكريس في ضابط تاني هيمسك مكانه عشان هو هيغيب لحد ما مراته تولد. كريس فرح لصاحبه جدا وقال بندم: أنا آسف على طريقتي البايخة معاك من شوية. بس تيد طمنه وقال بحنية: ولا يهمك يا صاحبي، أنا عارف إنك ما بتقدرش تتحكم في نفسك. أول ما تيد مشي
الخزنة اتفتحت أخيرا وأجبروا كريس إنه يطلع الفلوس من جوه، وهم بيحملوا الشنط في العربية لحظة كده تحس إن الموضوع هيعدي والخطة نجحت. لكن فجأة تيد رجع تاني عشان يسيب الدوناتس لصاحبه. الكل اتخض من الزيارة التانية في نفس الليلة، ولما محدش ظهر له تيد لمح انعكاس صورة جاري في إزاز الشباك. في ثواني صوت الرصاص فجر هدوء الليل. تيد كان أسرع منهم وقتل 2 من العصابة في مكانهم، وقدر يصيب جاري برصاصة. وهو بيقرب من جاري كريس حاول يلحقه وصرخ فيه برعب: خلي بالك من بون. بس تيد كان تركيزه كله مع جاري المصاب، وفي وسط زحمة الأدرينالين والخوف البون الغدار استغل الفرصة وضرب تيد بالرصاص في ظهره بمنتهى السهولة. جاري أمر بجمود وقسوة: خلص عليه يا بون. وفعلا بون وقف فوق جثة الضابط وسحب الزناد مرة تانية عشان ينهي حياته تماما. جاري هرب من الباب اللي ورا وسرق العربية اللي كانوا محملين فيها الفلوس. كريس حاول يهرب هو كمان من المكان، بس الذكريات بدأت تطارده، وصور الحادثة القديمة ظهرت قدام عينيه وهزت كيانه. وهو سايق بتوهان وقفوا ضابط شرطة عشان كان ماشي من غير ما ينور كشافات العربية. كريس انهار تماما قدامه، فالضابط شاف الكارت بتاعه وفهم حالته والتروما اللي مر بيها، لدرجة انه سابه يمشي وعرض عليه يوصله لحد البيت. بس كريس شكر بإيده وكمل سواقة لحد ما بقى لوحده. ركن العربية في طريق ضلمة وفتح الشنطة ولقى المفاجأة: الفلوس كلها كانت هناك ومعاها كوريك وشكارة أسمنت. كريس رجع شقته لكن لقى النور منور، فكلم صاحبه وهو قلبه بيدق لأنه أدرك في اللحظة دي إنه مش لوحده في البيت. جاري هدد إنه هيخلص على لويس لو المليون مرجعش، بس كريس هنا استقوى واستخدم نفس الدرس اللي هو علمهوله وقال له بكل تحدي وثبات: أنا اللي معايا الفلوس، يعني أنا اللي معايا السلطة، والساعة 6 لازم أشوف لويس قدامي ومن غير خدش واحد، وإلا مفيش مليم هيوصلك. اتفق معاهم إنه هياخد لويس الأول، وأول ما يتأكد إنه في أمان هيقول لهم مكان الفلوس فين. كريس قعد يقلب في النوتة بتاعته وطلع منها خطة عشان يخلص من جاري وبون وينقذ صاحبه لويس. راح بيت أهله واتسحب وخد مسدس أبوه وخباه جوه شنطة من شنط الفلوس. وهو في مكانه غلبه النوم وحلم بكيلي. في الحلم كانت بتكلمه بهدوء وقالت له إنها سامحته وخلاص شافت حياتها، وقالت له: أنت كمان لازم تسامح نفسك وتكمل حياتك. فجأة بون الغدار وصل له وصحاه، وحاولوا يجبروه يقول على مكان الفلوس، بس كريس بدأ يمثل عليهم التعب وقال ببرود: أنا ما بقتش فاكر حاجة، الذاكرة ضاعت خلاص. النهاية طريق العودة. جاري فتش في النوتة بتاعت كريس وعرف إنه دفن الفلوس في نفس الطريق اللي حصلت فيه الحادثة زمان. راحوا هناك وأجبروا يحفر ويطلعها، وهو بيحفر شاف الرباط اللي علمه على الشنطة اللي فيها المسدس، وفي اللحظة دي استرد كل قوته وتركيزه وافتكر خطته بالملي. بون خد شنطة وأمر كريس يشيل التانية، بس كريس طلع المسدس من الشنطة وبمنتهى الشجاعة صف بون وأنقذ حياة صاحبه لويس. أما جاري فكان غرقان في دمه وما قدرش يقاوم وفضل ينزف لحد ما مات وهو بيحاول يوصل لبخاخة الحساسية وكريس منعه. كريس مرجعش بالفلوس وهرب، لأ، ده راح سلم الفلوس للشرطة واعترف بكل حاجة عملها بالتفصيل. لكن ال FBI ما صدقوش إن واحد في حالته دي يقدر يقاوم كل الضغط ده لوحده. والصدفة خدمت الحقيقة، لأن مارتي وهو بيقطع الأسلاك قطع سلك التليفون بدل الكاميرا، فالتسجيل بان فيه كل حاجة، وإن كريس كان مجبور على كده تحت تهديد السلاح. بعدها مستر تاتل وقف جنبه واداله قرض لأنه آمن بيه، وفتح المطعم اللي كان بيحلم بيه مع صاحبه لويس. حياته بدأت تتحسن وبقى أبوه ومستر تاتل زباين دايمين عنده، حتى الدراسة بقى متفوق فيها. كريس رجع يلبس الكوتشي بتاع التزحلق أو السكيتنج ويمارس هوايته من تاني، وعنده أمل إن كيلي في يوم من الأيام تسامحه وترضى تقابله عشان يقدر يقول لها الكلام اللي ما كانش بيقدر يقوله غير في الأحلام. بس الغفران مش إنك تمسح اللي عملته، لكن إنك تتعلم تعيش بيه وتبقى إنسان يستحق السماح فعلا. وأهم سماح هو إنك تسامح نفسك الأول. لو قدرت تعمل كده كل الدنيا ممكن تسامحك بعد كده. لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك في القناة. شكرا على المشاهدة.